السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن شهيوتنا غادي نقترح عليكم اليوم وفي إطار المقبلات والسلطات والأطباق المرافقة اللي كنبغيوها بزاف في أيام عيد الأضحى وكذلك حتى في الصيف وفي حقيقة وفي عموم الأيام. مع المشويات المقليات، الحاجات اللي كنعملوها ناشفه، فكنبغيو شي حاجه طري وتكون خفيفه وزويونه وبنينه، وفي نفس الوقت ما كتكونش كتاخذ الوقت وما فيهاش شي صعوبه وشي خدمه وشي تعقيدات. فهاد المعادله الصعبه هذه انا حليتها لكم بهاد المقبله هذه اللي هي يعني هذه راه مقبله قديمه، يعني في المطبخ موجوده في مطبخنا المغربي والمطبخ يعني العربي كله والعالمي عموما. فهي ديال المطيشه مقليه. غادي نحتاجو واحد المقدار ديال الطماطم تكون زويونه وناضجه ويعني حمرة مزيان، والمقدار حسب حاجتكم. انا هنا راه تقريبا عملت واحد الكيلو وشويه، مع واحد القرن ديال الفلفله حاره، ومع زوج فصوص ديال الثوم. بالنسبه للفلفل الحار فحاجه يعني تبقى لذوقكم، تقدروا تكثروا وتقللوا، ولكن احسن باش ما يطغاش اللون ديالها على المقبله ديالنا، فيكون غير واحد القرن واحد. كما لاحظتوا طماطم مقشره، غادي غادي نقطعها شرائح يعني دوائر هكا، وكذلك الفلفله والثومه. غادي ناخذ واحد المقلاة اللي تكون واسعه، يعني الا كانت كاع اوسع من هذه فغادي يكون افضل. غادي نفرغ فيها واحد تقريبا 3 المعالق ديال زيت المائده، وتقريبا 5 او 4 ديال زيت الزيتون، يعني غادي نكثروا زيت الزيتون. غادي تسخن ديك الزيت واحد شويه، وغادي نفرغ فيها داك الفلفل الحار اللي قطعت هكذاك شرائح، والثوم كذلك قطعوه هكذا خصو يجي باين. وريتكم النار يعني لازم تكون عاليه، هذه راه العين الكبيره يعني داك الفورنو الكبير ديال الكويزينير، ومخليه على اعلى درجه، يعني النار تكون قويه. صافي تشحرت ديك الثومه والفلفل غير بواحد الشويه، يعني تقريبا غير واحد اقل من دقيقه. وصافي كتنزلوا بالطماطم كامله، يعني دوك الشرائح كلها اللي عندك كتنزلي بها نوبه واحده، وطبيعه الحال النار عاليه لان حنا باغين تجي مقليه، يعني ما بغيناش الصلصه. انا كنعاود نوريكم تاني النار، لان الا نزلتو النار خليتوها هادئه غادي تبدا تطلق لكم الماء شويه بشويه، ولكن حنا هنا بغينا مقبل سريع وكذلك يجي بنين. هنايا عملت يعني يجي فيه البنه ديال القليان. هنايا ضفت الملح هو اول حاجه، وغادي تملحوا حسب رغبتكم وما تكتروش عاوتاني. يعني ما تبالغوش في المقدار ديال الملح. هنايا منين حطيت ديك الطماطم بديت تنقادها هكذا، ونوبه نوبه، يعني في خلال المده ديال الطهي كتجيو كتبداو تهزوا تتقلبوا، يعني كتقلبوا داكشي اللي كان لتحت يجي الفوق. هنا في هذه المرحله هذه راه كتبقى تطلق الماء، لان عاملينها بالزريعه ديالها بكل شيء، يعني ماشي غير اللب فقط. هنايا كنبدا هكذا مره مره غادي يعني في مجموع مده الطهي اللي ما كتعداش واحد تقريبا واحد 15 20 دقيقه، غادي تقلبوها شي 4 المرات. هنايا عاود جيت غادي نقلبها تاني واحد التقليبه. هانتوما كتلاحظوا هنا راه بدات كطيب وبدات كتقلى، ولاحظوا السوائل دغيا بدات كتمشي لان النار عاليه ولاننا كنقليو مطيشه. صافي غادي نبقاو هكا، وبانوبا يجي الواحد يقلب. صافي هنا صافي بدات كتوصل، يعني بدات كتقرب توصل للدرجه اللي بغيتي، يعني مطيشه طايبه، يعني مقليه شربات الزيت وطايبه، حتى الريحه ديالها غير هكذا غير بالثوم وداك الفليفله اللي عملت ريحتها زوينه. هنايا غادي نتبلها فقط بواحد نص معلقه ديال القزبور يابس، واحد ربع ملعقه ولا شويه زيت ديال الكمون، ما تخليوش داك الطعم يطغى، وواحد الفركه بسيطه ديال الزعتر كيعطي فيها واحد النسمه هائله. تقدروا الفلفله حاره الا بغيتو الا كتعجبكم بزاف وكتقدروا عليها تعملوها هكذاك، يعني ترميوها هكذاك مزيودات طيب مع تقلى في الاول شويه وعاد تخليوها طيب، يعني تبقى هكذاك صاينه باش كل طبق حطيتو تحطوا فيه وحيده. هنايا كما كتلاحظوا صافي هنايا راه طابت، فبديت دوك القطع الكبار
كنضربهم غير واحد شويه، ما خصكمش تهرسوها، يعني غير ضريبات هكذا. شي وحدين اللي كبار اللي قطعتهم من الاول غلاض وكبار، فبديت كنضربهم واحد شويه. صافي، ها نتوما كتشوفوا كنوريكم بان السوائل ما بقاوش. هي المقبله ديالنا سهله، ما فيهاش قوه الوقفه، ما فيهاش لان بين كل تقليبه وتقليبه راه كنخلي واحد شويه، يعني ماشي انا واقفه عندها. يعني حاجه سهله وزوينه ولذيذه. وعلى فكره راه يعني راها زوينه، راه كتكال، يعني شحال ما درتي منها كتكال. نهار كديري السمك مقلي ديريها راه كتجي مزيانه. هذه بعدا كانت كديرها امي النهار ديال الحوت، بزاف 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 مع الحوت. وكذلك حتى مع القطبان كتجي زويونه. انا كنفضل مع القطبان والشوا عموما، كنفضل فحال هاد السلطات هادو، يعني مطيشه هكذا مشويه والبصيله وشي حاجات خفاف.